السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك، كل عيد فطر وانتوا طيبين. النهاردة بقى صلينا كده صلاة عيد الفطر، بس للأمانة يعني ما صليناش كصلاة عبادة يعني، لأن بصراحة الدنيا كانت زحمة جدا جدا، وما كانش في مكان للصلاة. يعني كان ما شاء الله الأعداد كبيرة جدا والمكان كان صغير. كصلاة عبادة يعني ما صلناش صلاة العيد، ولكن بقى كفرحة العيد الصبح كده وقت الصلاة كانت بتجمع الناس كده زي ما انتم شايفين، والأطفال يعني، ويشتروا بقى الحاجات الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت. ربنا يا رب يعودوا عليكم باليمن والبركات ان شاء الله، ويعجبكم كده أجواء عيد الفطر كده في مصر. وبصراحة يا جماعة عيد الفطر طبعا احنا فرحانين بعيد الفطر، لان آه، عيدنا كمسلمين. بس صراحة يعني ايه، العيد مش عيدين، العيد عيد واحد بس، عيد الفطر. ناقصنا طبعا ان اهلنا في غزة ربنا ينصرهم، وان شاء الله على اليهود، وان هم ان شاء الله يتحرروا كده، وفلسطين ترجع زي الاول واحسن ان شاء الله. بجد بجد العيد يعني هيبقى عيدين لما ان شاء الله الحرب تخلص على اهلنا واخواتنا في غزة، وربنا ينصرهم. وهتبقى فرحة كبيرة جدا لما كل الدول العربية تتشارك مع بعضها، ويبدأوا في إعمار غزة وترجع زي الأول وأحسن إن شاء الله. بجد والله أنا ما نسيتهمش النهاردة في أجواء العيد، وكنت بدعي لهم من كل قلبي إن ربنا ينصرهم ويتخلص الحرب ديت، لأن الوضع صعب جدا. مازال برضو لسه في قصف، ومازال برضو ناس ماتت أول يوم العيد، أطفال ونساء ورجال وشيوخ. فربنا ينصرهم يا رب، عايزين ندعي لهم كلهم، وان ربنا ينصرهم ان شاء الله. والعيد القادم عيد الاضحى تكون الحرب خلصت وبدأ الاعمار في غزة، وترجع زي الاول واحسن ان شاء الله. وكلنا نروح لهم غزة كده نحتفل معاهم ببلدهم الجميلة، ونشارك معاهم في كل حاجة حلوة، لان الناس دي بجد تعبت كتير جدا واتألمت، فربنا معاهم يا رب. هنا بقى ايه، زي ما انتم شايفين بقى الاجواء بتاعة العيد، الحاجات اللي هي الجميلة بتاع الاطفال اللي بيشتروها ديت. كانت في حاجات بقى اطفال بيشتروا كده زي ما انتم شايفين كده بتطير منهم غصبا عنهم، والناس كلها كانت بتعايد على بعضها. احنا اي نعم ما صلناش الصلاة كعبادة يعني، ولكن طبعا مع الشيخ في المسجد، وهو كان بيكبر طبعا لصلاة العيد، الله اكبر الله اكبر. كنا طبعا بنردد معاه طبعا تكبيرات العيد. والناس كلها كانت بتعايد على بعضها زي ما قلت لكم. وانا صورت لكم كده اجواء العيد في مصر بتبقى عاملة ايه وقت الصلاة. بس وكان ليا ملاحظة يعني، المفروض يا جماعة يعني الناس اللي هي بتبقى مسؤولة، المحافظ اللي بيبقى مسؤول، المفروض يعني يعملوا صلاة العيد ديت في ساحات كبيرة، في نوادي أو في ساحات بتبقى كبيرة طبعا ما فيها مساحات كبيرة. المفروض ان هم يعملوا صلاة العيد في الساحات الكبيرة دي، في النوادي، أو بيبقى في ملاعب أماكن كبيرة كده، ويعملوا مثلا مكان للرجال ومكان للسيدات. ما ينفعش يعني يبقى التجمع كله في مسجد واحد، يعني فاهمين قصدي، ان الناس تتقابل فيه في الصلاة وتعايد على بعضيها. والدنيا كانت زحمة جدا، عربيات والناس ويعني الرجالة وحريم، مفيش مكان محدد لكده او لكده. بصراحة يعني المفروض ان المحافظة نفسها يبقى فيها تنظيم، لازم يبقى هي ليها دور، وبناء على دورها بقى تنظيم المحافظة كده، يجي بقى الدور اللي بعد كده اللي هو تنظيم الناس نفسهم بقى، ان هي تلتزم الرجال مع الرجال والحريم مع الحريم، يعني فاهمين قصدي. لانها صراحة بتبقى اجواء حلوة، وكمان في الناس اللي بيبقى معاها اطفال صغيرين، انك تحط في ذاكرة طفلك، في الذاكرة العقلية وفي الذاكرة برضو البصرية، الأجواء دي بتبقى حلوة. الطفل يعني يحس كده. يعني الإسلام طبعا انتوا عارفين بقى بيتحارب كتير جدا، فان انتي تعززي الحاجات ديت في ابنك أو بنتك مهمة جدا جدا.
انها تتعزز عند الاطفال اجواء العيد دي وكده. فكل ما بيكون في تنظيم وكل بيبقى احسن طبعا للكبار وللصغيرين. فطبعا يعني نقول ايه بقى، الحمد لله. المهم بقى ان احنا ايه نعيش اجواء الفطر كده، ما شاء الله زي ما انتم شايفين الناس ما شاء الله يعني اعداد بصوا مهولة جدا. فانا صورت لكم كده اجواء عيد الفطر في مصر. يا رب بقى تعجبكم. وفي المحافظة اللي انا ساكنة فيها في دمنهور، يعني مدينة دمنهور. كانت الأجواء زحمة، بس بصراحة يعني على الرغم ان كان في زحمة، ولكن الناس كلها يعني كان وشها مبتسم او سعيد، يعني فاهمين قصدي. كل واحد بقى اللي معاه صاحبه واللي معاه اهله واللي معاه قرايبه، واللي بيقابل صحابه كده يعني. فكانت اجواء حلوة. احلى كمان حاجات الاطفال دي تحفة، حاجة كده مبهجة مبهجة مبهجة، جميلة جدا جدا جدا. يا رب بقى يعجبكم الفلوج بتاعي عن عيد الفطر يعني. وان شاء الله بقى ايه نعمل لكم فلوجات كتيرة جدا في كل الاعياد. ويكون كده اهل فلسطين منصورين يا رب، ربنا يرفع لهم راية، اللهم امين، وينصرهم نصرة عزيز مقتدر، ويشيل عنهم يا رب يعني. تعبوا بجد، تعبوا جدا جدا جدا. فربنا يشيل عنهم يا رب وينصرهم. فانا صورت لكم بقى الفلوج كده، ويا رب يعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم بقى الفلوجات بتاعتي شجعوني كده واعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويكونوا من عيلتي كده ويا جماعة يعني حاولوا بقى وصلوني 5000 مشترك كده، وتشاهدوا الفيديوهات وتعملوا لايك عليها. وانا بحبكم جدا جدا، وطبعا كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الأيام بألف خير، وعيدكم مبارك إن شاء الله. وأنا مش عايزة بقى أتكلم كتير، عايزاكم بقى إيه الناس اللي هي مش بتبقى موجودة في مصر بقى، في دول بره أو كده. في دول طبعا الناس اللي هي عايشين في الدول الأجنبية ما بيبقاش طبعا عندهم أجواء العيد ديت. بيبقى في يعني الموضوع محدود مش زينا في مصر كده يعني. في الدول العربية على ما اعتقد يعني الموضوع بيبقى فيه، انا ما روحتش طبعا، بس على ما اعتقد ان بيبقى فيه طبعا اجواء صلاة العيد. بس مش عارفة بقى بيبقى عندهم زحمة زينا كده ولا ايه. احنا طبعا ما شاء الله في مصر يعني 100 مليون. ربنا يبارك يا رب. المنطقة ديت في مدينة دمنهور، دي منطقة دوران. كانت برضو زحمة يعني. المنطقة دي منطقة الاستاد والدوران وأرض أدمون. الناس طبعا اللي هي من دمنهور من البلد يعني عارفين طبعا المناطق والأماكن ديت. كانت زحمة جدا جدا، وعربيات بقى وناس وحاجات كده. شايفين حاجات الأطفال فظيعة يا جماعة، شكلها بصوا جميل جدا جدا، يعني بجد مبهجة مبهجة مبهجة. الفيديو أصلا كله مبهج وجميل جدا، على الرغم ان هو فيه زحمة وكده، بس لا جميل بجد. واكتر حاجة بسطاني في الحاجة ديت وجود الاطفال، لان دي حاجة مهمة جدا وصحية جدا جدا للاطفال، ان هم يعيشوا اجواء العيد ديت ويتبسطوا، وتشتري لهم لعبة ان هم يعيشوا كده. دي حاجة انتوا يعني بتحفروها كده زي ما قلت لكم في ذاكرة ولادكم، في الذاكرة يعني في دماغهم، ويعني تبقى موجودة وفي الذاكرة البصرية ان هما ما ينسوهاش خالص يعني. لما يكبروا كده يفتكروا ان باباهم ومامتهم كانوا يعني بيعيشوهم اجواء العيد كده. طبعا احنا كنا مش عارفين طبعا نركب تاكسي او حاجة عشان نروح، كناش لاقيين طبعا، والدنيا كانت زحمة جدا والوضع كان صعب. بس في الاخر برضو الحمد لله ربنا كرمنا ولقينا. واتمنى بقى كده يعجبكم الفلوج الجميل ده. ولو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك، وتكتبوا لي بقى في الكومنتات كده كل سنة وانت طيبة، وانا اقول لكم وانتوا طيبين.